هاد خونا اللي شفتو بكثرة مأثر بالفضائيين رد الشكل تاعو بحالهم، حيد ودنيه ونقص من نيفو ودار الوشام في الجسم تاعو كامل، دار عملية تجميل كثيرة، نقص من شنايفو وزرع شي حوايج في راسو باش يولي بهاد الشكل اللي كتشوفو دابا مختلف على الشكل تاع البشر، ولا كيعتبر راسو فضائي وما بقاش كائن بشري، ولا كيدوي بواحد اللغة اللي غريبة كيف غادي تسمعوا دابا. هاد خونا سميتو أنطوني لوفريدو، فرنسي الجنسية، عمرو فوق 30 عام. أنطوني كان عايش حياته بشكل عادي، كان خدام حارس في واحد الشركة كيتريني والفورمة تاعو مزيانة وحياته كانت غادية بشكل عادي، حتى لواحد النهار غادي يقدم الاستقالة تاعو من داك الشركة، والسبب هو الإعجاب تاعو بالكائنات الفضائية. عينيه تسدو ولا باغي يرجع بحالهم في الشكل، قرر يبدا يدير العمليات ويغير من الشكل تاعو، اول عمليه بغى يدير هي يحيد نيفو، ولقى اول مشكل واللي هو في فرنسا ممنوعين هاد العمليات، وهنا غادي يسافر لاسبانيا وغادي يدير العمليه. من بعد ما دار العمليه اللي كيحلم بها ما غاديش يوقف هنا، وغادي يدير العمليه الثانيه وهي غادي يقسم لسانو لجوج، غادي يصبغو بالخضر، ومن بعد غادي يدير الوشام في الجسم تاعو كامل وغطاه، وغادي يلون عيني، وفي هذه بالضبط كان غادي يفقد البصر تاعو، ولكن هو ما مفاكش وباغي يوصل النتيجه اللي كيحلم بها، وما غاديش يوقف هنا، غادي يحيد نص تاع شنايفو، وهادشي كامل غادي يخليه يولي بهذا الشكل اللي كيخلع، ولكن هو مازال ما وصلش النتيجه اللي باغي، ومشى حتى للمكسيك ودار واحد العمليه اخرى اللي فيها حيد جوج صباع تاع يديه، ومن بعد زرع شي حوايج في راسو حتى ولا الشكل تاعو بحال هكا. واخيرا انطوني وصل للشكل اللي باغي وبدا كيعيش الحياه اللي كان كيحلم بها، وهذا الشكل تاعو الجديد خلاه يتشهر في اوروبا بشكل كبير. والغريب في الامر الام تاعو كتشجعو على هادشي اللي كيدير وعاجبها، وكتقول ليه زيد كمل، حتى هو عاجبو هادشي اللي وصل ليه وفرحان في حياته، ما ندمان ما والو، وعند بالو شي نهار غادي يمشي عند الفضائيين وصافي هو راه ولا واحد منهم وما بقاش كائن بشري، وحتى الناس اللي كينتقدوه في الشارع ما كيتسوقش ليهم، وكيقول باللي هما ما كيفهموا والو، وباللي هو فرحان بالشكل تاعو بحال هكاك وعاجبو راسو تاع بصح. لحد الان المشكل الوحيد اللي عنده من بعد ما قطع شنيفو ما بقاش كيقدر يهضر مزيان، وهذا المشكل هو اللي كيعاني منه فقط. اما الشيء الاخر هو مرتاح فيه وعاجبو الشكل تاعو وفرحان بهذا الشيء اللي وصل ليه، لدرجه كينشر فيديوهات في الحساب تاعو مع المتابعين تاعو، وبسبب هذه الفيديوهات الغريبه والشكل تاعو اللي كيخلع وصل الالاف تاع المتابعين في انستغرام، ولا كيدير اشهارات لماركات عالميه بسبب الشكل تاعو. وهنا كيجي السؤال، واش هذا الشيء كامل على قبل الشهره والفلوس؟ واش على قبل الشهره دار في راسو هذه الحاله، ولا هذا السيد بصح نيت مريض عقليا، حيت واحد بعقلو ما غاديش يحول الشكل تاعو من هذا الشكل الزوين لهذا الشكل اللي كيخلع. بغيت الراي تاعكم في التعاليق، شنو السبب اللي يخلي شخص يبدل الشكل تاعو بهذه الطريقه؟ واش على قبل الشهره والفلوس، ولا بصح هو في الداخل تاعو كيعتبر راسو فضائي وماشي انسان؟ انا الصراحه عقلي وقف مع هذا. خليو لي الراي تاعكم في التعاليق. هادشي اللي كان اليوم، الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات خليو واحد لايك، بارطاجيو الفيديو. هادشي اللي كان معكم زهير صامد، تهلاو.